السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد السيد كان الاسم ديالو المختار، كان كيسكن بضواحي مدينة برشيد بواحد البادية. هاد المختار كان ولد واحد السيد لاباس عليه، سيد عنده أراضي فلاحية ديالو، عنده الأبقار، عنده أغنام كثيرة، وكانت عنده واحد الشركة صغيرة ديال علف المواشي. هاد السيد هذا كان قاري واعي، كيعرف يسير الأمور ديالو، ومن ناحية الفلوس فكان الخير كتير. وكانوا عنده 3 ديال الولاد وبنت. ما بين هاد الولاد كاين هاد السيد اللي كنهضروا عليه وهو المختار. هاد المختار كان في الاول ساكن مع الاب ديالو. نهار تزوج عطاه با واحد الارض وبنى لي فيها دار اللي غادي يساقر فيها، لما غادي يتزوج غيساقر فيها هو والزوجه ديالو. المختار من بعد الزواج تزادوا عنده 2 وليدات، ومن بعد مده ديال 14 سنه تقريبا غادي يتوفى الاب ديالو. المختار وخوتو ب3 فرقوا داك الورث اللي خلاه ليهم الاب ديالهم. السيد طبعا هذا المختار هذا حافظ على الارث ديالو وكبرو حتى هو، ولا واحد الشخص اللي لاباس عليه، عنده الاراضي ديالو، عنده الكسيبه ديالو، وزيد وزيد. غير المشكل هنا ان دوك ولاد المختار خرجوا حاشيه كيف ما كنقولوا. المختار واخا باه كان لاباس عليه، فكان هذا المختار راجل ونص كيف ما كنقولوا، كان كيخدم مع باه ومعاونه في كل شيء. ولكن المختار ولادو ملي كبروا ولقاو الفلوس موجوده ما بغاو يخدموا، ما بغاو يديروا حتى شي حاجه، وعينيهم كانوا غير على الفلوس ديال الاب ديالهم المختار. فالاب ديالهم ملي شاف ان الابناء ديالو ما واقفينش في جنبه، يعني باغيين غير ياكلوا ويشربوا ونعسوا، وإلا ما رجعوكش اللور ما يزيدوش بك القدام، فهنا الاب ديالهم غادي يدخل معاهم في التقرزيز والحسابات. ولكن هنا غادي يوقع واحد المشكل. هاد الابناء ديالو ولاو كيقلبوا على شي طريقه باش يستافدوا من فلوس الاب ديالهم كيف ما بغاو وما يمنعهم حد. فاتفقوا بجوج على واحد الحيله اللي خبيثه اللي ما غاديش يديروها شي ولاد طبيعيين لباهم. حيله وجريمه خبيثه اللي غادي تدخل فيها حتى الام ديالهم. وهذه هي الحاجه الغريبه، كيفاش قنعوا ديك الام تدخل معاهم في هذه الحيله الخبيثه، الله اعلم. المهم هما كانوا عرفوا من واحد السيد محامي باللي راه الا كان الاب ديالهم ماشي في كامل القوى العقليه، راه قدروا يديروا عليه ما يسمى بالحجر، وهو انهم ياخذوا دوك الممتلكات ديالو بطريقه قانونيه ويوليو هما اللي كيسيروها. ولكن المشكل هنا باهم المختار هو واحد السيد اللي بعقله. فهنا كاينه ديك الحيله الخبيثه اللي قرروا انهم يديروها، وهي انهم يعطيو هاد السيد شي عشوب كتسبب الهلوسه على المدى الطويل، ويولي هاد السيد يبان على انه مسطي، وبطبيعه الحال يقضيو هما الغرض ديالهم، وهو يحجر على الممتلكات ديالو ويوصلوا لداكشي اللي كانوا باغيين. وبطبيعه الحال الام ديالهم حتى هي دخلات معاهم، لان هي اللي كانت غير كطيب وكتعطي لداك السيد ياكل، واي حاجه عطاتها ليه ياكلها او يشربها الا وكانوا فيها دوك العشوب. فبداو معاه بشويه بشويه، ما جا فين يدور العام حتى السيد تسطى، ولا كيخرج امام الناس وكيحيد حويجو قدام الناس جيرانهم، قدام الخدامه اللي كانوا كيخدموا عندهم. وهذا الشيء اللي باغين هما، حيتاش هما محتاجين الشهاده ديال دوك الناس. وبطبيعه الحال جاتهم هذه القضيه في مصلحتهم. فمن بعد مده غادي يرفعوا دعوه على الاب ديالهم، وغادي يثبت الطبيب النفسي المختص ان هذا السيد فاقد لاهليه التصرف في الممتلكات ديالو. وطبعا الممتلكات ديالو رجعات في يد الابناء ديالو، يعني داكشي اللي كانوا باغيين وصلوا ليه، وهما اللي ولاو كيتصرفوا في دوك الممتلكات كيف ما بغاو. هاد الناس
او هاد المجرمين واش غادي يحبسوا هنا؟ لا. على مالهم تسطاو ويحبسوا هنا؟ واش بغيتي السيد يرجع بعقله ويرجع ياخذ لهم دوك الممتلكات ديالو؟ بطبيعه الحال لا. فهم غاديين يكملوا على الحيله ديالهم وغاديين يبقاو كيعطيو دوك الاعشاب السامه. واش كانوا كيعطيو دوك الاعشاب باش يقتلوا في الاخير ولا غير باش يبقى مسطي؟ الله اعلم. المهم ان الابناء ديالو بداو كيتصرفوا في دوك الممتلكات ديال الاب ديالهم كيف ما بغاو. الاب ديالهم ولا كيعاني مع دوك الاعشاب، السيد مرض في صحته، وهما ما كانوش كيهزوه يديوه للسبيطار باش يداويوه، بطبيعه الحال لا، لانهم هما داكشي اللي كانوا باغين. وفي الاخر الاب ديالهم المختار غادي يموت. جميع الناس كانوا كيعتقدوا على انه مات موته طبيعيه، ولكن لما بغاو انهم يقوموا باجراءات الدفن وكيتوجهوا مباشره مكتب حفظ الصحه والسلامه باش انهم يصطحبوا معهم طبيب يمشي معهم للدار من اجل معاينه المتوفي، وكيحرر رخصه المعاينه وكيسلم اسره الهالك واحد بيان ديال المعاينه وشهاده الوفاه من بعد ما كيطالع على وثائق الهويه ديالو باش انهم يمشيو ويحصلوا على رخصه الدفن ويمشيو يدفنوا السيد. ولكن الطبيب لما مشى معاهم ولما غادي يقوم بمعاينه الجثه ديال المتوفي، فالطبيب ما بغاش يعطيهم شهاده الوفاه وبيان المعاينه باش ما يحصلوش على رخصه الدفن من بعد، بحجه انه الوفاه ماشي طبيعيه. فالطبيب لاحظ كاين اعراض ديال التسمم وقال لهم باللي خاص الجثه ديال هاد السيد يدار ليها التشريح. ملي هما سمعوا هاد الهضره الابناء ديالو تخلعوا وبغاو يعطيو الطبيب شي فلوس ويعطيهم شهاده الوفاه وبيان المعاينه باش يقدروا يمشيو ويحصلوا على رخصه الدفن ويقوموا بدفن الميت دون مشاكل. ولكن هنا الطبيب لما شافهم وكانهم باغيين يرشيوه زاد تاكد باللي راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في هذه القضيه، وعلم الجندارم. جاو الجندارم لعين المكان، حكى لهم الطبيب اشنو واقع، تعليمات النيابه العامه اللي عطات امر بتشريح الجثه وانتظار النتيجه ديال التشريح لمواصله البحث. لما كيجي تقرير الطب الشرعي فمن خلاله العناصر الدار كيعرفوا باللي الضحيه تعرض للتسمم، فهنا غادي يجيب ولادو ومراته وبداو معاهم البحث. في الاول نكروا انهم عارفين شي حاجه على هاد التسمم، ولكن ملي بانت هاد القضيه ديال الحجر والتحريات اللي داروا الدرك على كيفاش كانوا كيتعاملوا هاد الولاد مع الاب ديالهم، فخلات الجندارم يشكوا فيهم وعمقوا معاهم البحث. والام ديالهم هي اللي اعترفت وقالت لهم باللي حنا ما كناش ناويين نقتلوه، حنا كنا كنعطيو دوك الاعشاب السامه دوك العشوب غير باش يتسطى ويبقى مسطي. الاقوال ديالها كانت كافيه طبعا باش انهم يلقاو عليهم القبض ويوجهوا لهم تهمه القتل، لانه في تقرير الطب الشرعي جاب لي سبب التسمم هما شي اعشاب تناولهم الضحيه. اذا سبب الوفاه وهو التسمم بدوك الاعشاب، وهاد السيده كانت معترفه باللي كانوا هما اللي كيعطيو الاعشاب، هي وولادها اللي بدورهم غادي نعترفوا بهاد المساله حتى هما، يعني هما اللي قتلوا الاب ديالهم، رغم من انهم بقاو متشبتين بالاقوال ديالهم باللي هما ما كانتش النيه ديالهم وهي يقتلوا الاب ديالهم وباللي كانوا باغينو يبقى غير مسطي. ولكن رغم الاقوال ديالهم فهما غادي يتقدموا امام العداله بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار، وكيتم الحكم عليهم ب30 سنه سجنا نافذا لكل واحد فيهم. تحكم عليهم بنفس المده لانهم شركاء في الجريمه وكلهم داروا نفس الدور. فشنو يمكن لنا نقولوا في هذه القضيه من غير شباب طائش وعقول قصيره، قلوب متحجره وايادي طويله، اشياء اللي اجتمعت في هاد الابناء العاقين اللي قرروا انهم يتخلصوا من الاب ديالهم على قبل الفلوس. ولكن الغريب في الامر انهم قنعوا الام ديالهم باش تكون شريكه معاهم في هاد القضيه هذه.
طبعا الخطة اللي فشلات ودائما ما كانت غادي تفشل، لأنه مهما المجرم اعتقد نفسه ذكي فراه كيبقى مكلخ. مستمعينا الكرام، هكذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر.